السلام عليكم. تعرض النجم البرازيلي نيمار جونيور إلى إصابة صادمة خلال مباراة البرازيل مع أوروغواي في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026. وسقط لاعب الهلال السعودي بشكل مروع في الدقيقة 44 أثناء تقدم المنتخب الأوروغوياني بهدف دون رد. وغادر نيمار الملعب باكيا وسط شكوك بإصابته بقطع في الرباط الصليبي أو بإصابة قوية في الركبة قد تبعده بشكل كبير لفترة طويلة عن الملاعب. وتأتي إصابة النجم البرازيلي لتشكل صدمة مدوية بالنسبة إلى الهلال السعودي الذي سيخسر خدمات أبرز صفقة أبرمهما خلال فترة الانتقالات الصيفية قادما من باريس سان جيرمان. ولم يقتصر الأمر على إصابة نيمار، ولكن تلقت البرازيل خسارتها الأولى في التصفيات بخسارتها بهدفين دون رد في الجولة الرابعة، بعدما حقق السامبا الفوز في أول مباراتين وتعادلت مع فنزويلا في الجولة الثالثة ليتوقف رصيد الفريق عند 7 نقاط.